ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ انا كيرو. خلاص تقريبا عرفنا بعض. انا كيرو دفعه ثانويه عامه 2023، واخيرا يعني قربت اخلص الامتحانات. تقريبا دلوقتي مفيش غير انا وانتوا بس اللي بنمتحن. الحقيقه من اكتر المشاكل اللي فعلا بتواجهنا الفتره دي، وان كانت دي اهم واكبر مشكله وهتكتشف كده لما تخلص، بالذات يعني في فتره الامتحانات، وهي ازاي تحافظ على مستواك، وازاي ان انا ادي في الامتحانات باحسن طاقه عندي وباحسن مستوى انا فعلا وصلت له. لان فعلا امتحان عن امتحان بيأثر فينا، بتوصل لدرجه ان انت تقول يا ريتني ارجع لمستواي اللي انا كنت فيه من شهرين، يا ريتني بس ارجع للمستوى اللي انا كنت بحل بيه الامتحانات العاديه بتاعت المدرسين. وتكبر الفكره دي في دماغك لغايه ما توصل لفكره يا رب انجح، يا رب اعدي النص، يا رب الفتره دي تخلص وخلاص، يا رب الامتحانات تعدي، انا مش طالب اي حاجه. انسى انت ضحيت بايه، وان انت عملت مجهود قد ايه علشان توصل للمرحله اللي انت فيها دلوقتي والمستوى اللي انت فيه دلوقتي. تنسى كل الحاجات اللي انت ضحيت بيها دي، وتقوم كمان مضحي بمستواك الفتره دي وطالب بس ان انت تعدي. هتقولي لا، ما انا اصلا ما كنتش عارف ان الامتحانات صعبه قوي كده. صعبه يعني؟ هتقولي ماشي، انت مثلا دخلت الامتحان لقيته صعب، ولقيت يا عم فيه تريكات سخيفه واسئله سخيفه، وده بيحصل في النظام الجديد. هتسيب بقى انت اللي حاطط الامتحان ان هو يكسبك؟ هتسيبه يعني يعلم عليك؟ بقى انت عمال تذاكر طول السنه، وعمال ان انت تشوف اسئله بمستويات صعبه جدا طول السنه، وتيجي بقى في المواجهه الاخيره قدام الامتحان تقولي ان هو صعب وتقوم مستسلم؟ تبقى زي الطالب العادي اللي اول ما يشوف امتحان صعب ويغلط فيه فعلا ان هو يكر وراه كل الامتحانات اللي بعد كده. شعور صعب قوي فعلا، وفعلا يعني انا حاسس بيك. وفي بقى شعور تاني بيجي بقى لناس معينه، وهي الناس الشاطره مثلا، او الناس الذكيه، او اللي بيقولوا عليهم دحيحه، او حتى لا، حتى الناس اللي هي من جواها هو عارف ان هو ذاكر كويس قوي، من جواها هو عارف ان هو اجتهد كويس جدا وعمل فوق اللي عليه وزياده، بس يتفاجئ ان هو في الامتحانات اللي فاتت ان هي مش ظابطه معاه، او على الاقل هم شايفين ان هي ما ظبطتش معاهم، او ما توفقوش في الامتحانات اللي فاتت. وان كان ده مش هيحصل قدام، هم مش فاهمين فعلا هو ايه اللي بيحصل. هو انا ليه كل شويه لما بنزل اروح الامتحان اغلط غلطات غبيه؟ ليه كل شويه انقص في حاجات تافهه؟ بمعنى مثلا ان انت تغلط في سؤال سهل قوي بالنسبه لك، او تغلط مثلا سهوه في سؤال انت ما خدتش بالك من فكرته. واي سؤال فعلا كان بيغلط فيه بيتفاجئ لما بيخلص الامتحان ان هو عارف الاجابه الصح بتاعته. امال ايه اللي حصل في اللجنه؟ او مثلا اللجنه بتاعته كلها دوشه وكلها غش حواليه، وغير مهيئه ان هو يركز فيها، او حتى ان هو يتظلم في الوقت وما ياخدش حقه. فتره الامتحانات على قد ما هي مهمه، على قد ما هي فعلا مرهقه لينا، وعلى قد ما احنا بنتفاجئ ان احنا بنعمل غلطات كتيره قوي فيها، ونتفاجئ كمان بغلطات احنا بنتحط فيها وملناش ايد فيها. هقول لك دلوقتي 7 حاجات فعلا هتفرق معاك علشان تعدي الفتره دي باحلى مستوى عندك. وان كان برضو عايز اوصل فكره ان انت لو انت مثلا كنت الفتره اللي فاتت بتعمل يا عم غلطات الدنيا كلها، وان انت مثلا اخطاء كتيره قوي من اللي انا هقولها انت فعلا كنت بتقع فيها، بس انت كنت امين في مذاكرتك، وان انت كنت فعلا بتجتهد، وكنت فعلا بتحاول طول فتره المذاكره اللي انت كنت فيها طول السنه ان انت تحاول تعمل اللي عليك. احب اطمنك، ربنا عمره ما بيضيع تعب حد. وان كان مثلا انت كنت تعمل اخطاء، ربنا مش بيجازينا كده اللي هو ايه، انا عملت كذا فخد كذا، او عملت كذا فهتاخد كذا. لا خالص، ربنا مش بيضيع تعب حد، وهتتفاجئ بكده في النتيجه في النهايه. هتطلع من الفيديو ده وبعد ال7 حاجات اللي انا هقولها لك دي ان انت باذن الله هتكون تعرف ازاي تحافظ على مستواك. وان انت، وده طبيعي يعني في النظام الجديد بالذات، ان في ساعات امتحان بيبقى صعب، سواء الامتحان ده فات او سواء الامتحان ده لسه هيجي قدام، ان انت ازاي بعد الامتحان الصعب ده ان انت تقطم وترجع تاني بمستواك العالي. طيب اول حاجه هتفرق معاك في فتره الامتحانات هسميها هي الصياح والراحه. ودول الاثنين مش عارف ليه الناس لعبوا في دماغنا وقالوا لنا ان انت ما ينفعش ولا تصيح في فتره الامتحانات، ولا ينفع ان انت تستريح في فتره الامتحانات. ده اللي هو ازاي يعني؟ مش بني ادمين احنا يعني ولا ايه؟ عايز اقول لك ان انت بعد الامتحان حقك 100% ان انت تصيح وتعلي صوتك وتطلع كل حاجه في قلبك بعد الامتحان. انتوا ما تعرفونيش، انا بعد الامتحان كنت عامل شبه الفرخه الدايخه عندنا في البيت، ان هو كنت رايح جاي اقعد اكلم نفسي واقعد اصيح واقعد اعمل كل حاجه انا نفسي فيها. ولكن الصياح ليه اصوله، وهقول لك دلوقتي على شويه قواعد تعملها علشان تصيح بطريقه صح. اول حاجه، مسموح ان انت تصيح على الامتحان بعد مده مثلا 3 ساعات، تمام؟ او لو الامتحان صعب قوي مثلا وتعلم عليك جامد قوي اليوم بتاع الامتحان، لكن بعد اليوم ده انت هتنام هتصحى ناسي الماده اللي انت امتحنت عليها، ورامي الامتحان بتاعها في الزباله، ورامي الماده كلها في الزباله ومش فاكر اي حاجه. تاني حاجه وانا شايفها حاجه مهمه جدا، ان انت ما تصحش لاهلك لو هم بيتوتروا او هم هيوتروك قدام. تالت حاجه، اوعى تقفل على نفسك بعد الامتحان من غير ما انت تطمن اهلك.
حتى لو انت كنت حالل وحش جدا بالنسبه لك ان انت ضيعت الدنيا كلها، لا لازم تطمن اهلك وقول لهم في الحاله دي الامتحان كان فيه حاجات صعبه ولكن انا الحمد لله حليت كويس. رابع حاجه، ما تصحش ابدا لاصحابك، لا ده ما اسموش صياح، ده اسمه عته جماعي. وما تصحش ابدا على النت، ما تصيحش لحد غريب، لا مثلا صيح مثلا لحد من اخواتك، صيح لنفسك، اقعد كلم نفسك، مثلا صيح لربنا، قول له يا رب ايه الدنيا مش ظابطه معايا، صلي كده في السريع، هكذا. خامس واهم نقطه، ويمكن من اهم النقط اللي انا هشاركها معاك في الفيديو ده، هي ان انت ما تخليش صياحك ده ياثر على مستواك قدام. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا مثلا شخصيا لما كنت بخلص الامتحان واقعد اصيح عليه واقعد اقول ان الامتحانات اصلا صعبه، وان اصلا فكره التقفيل دي فكره اصلا يعني ايه مستحيله شويتين كده، وان انا اقول مثلا انت ممكن تقول ايه هو الناس الكدابين دي اللي تقعد كل شويه تنزل لك حاجات ايه ازاي تقفل، وايه المستر اللي عمال يضحك علينا ده ويقول لنا ازاي تقفل وازاي تجيب 60 من 60 وازاي تجيب 80 من 80 والحاجات دي صعبه شويه. لكن انا نمت صحيت، الامتحان اللي بعده ايه؟ الامتحان اللي بعده كيمياء، تمام، يلا بينا انا هقفل الكيمياء، يلا بينا انا هجيب 60 من 60، انا داخل الامتحان مش هنقص ربع درجه. بعد الامتحان لو انا ما قفلتش عادي ممكن تحصل ان انا ما اقفلش، تمام، يعني ساعات بتبقى صعبه، تمام، لكن عادي جدا الامتحان اللي بعده هقفل وهكذا. خليك مرن كده في ايه موضوع ان انت تقفل ده. اوعى هدفك يقل، اوعى هدفك ان انت تدخل الامتحان ما انقص 5 درجات بس او انقص 10 درجات بس، لا هتنقص اكتر، لا خلي نفسك دايما ان انت هدفك ان انت تقفل. تاني حاجه الراحه، وما تخليش ابدا حد يضحك عليك. وعايز اقول لك ان الراحه جزء اساسي اصلا من المذاكره، وان انت لو ما اخدتش راحه مش هتبقى مفوق. وانت لو ما اخدتش راحه انت مخصص لنفسك مثلا ان انا بعد ما اذاكر الجزء ده هاخد بريك لو 5 دقائق، تمام، او هاخد مثلا راحه بسيطه جدا، انت غصب عنك هتاخد راحه علشان انت فعلا هتكون تعبت. وهكتفي معاكم بالذات في موضوع النوم ده وموضوع الراحه بنصيحه واحد صاحبي وهو محمد السيد رضوان، السابع مقرر على الجمهوريه. والحقيقه انا طبعا سالته الفتره دي علشان ان انا عايز افيدكم باكتر كميه ممكنه من الاستفاده، وهو اكيد هيبقى اشطر مني، فسالته ايه قول لي شويه نصايح عشان اقولها لكم. فاول حاجه قالها لي وهي موضوع ان انت تهتم بنومك، واوعى اوعى اوعى تطبق قبل ما تروح الامتحان. تاني مشكله لازم تتغلب عليها لو عايز ان انت تحافظ على مستواك فتره الامتحانات، وهي موضوع ان انت تهتم بصحتك. دي حاجه انا فعلا ما كنتش حاططها في دماغي ان هي حاجه مهمه، لكن انا اثرت عليا وان انا ابتديت ان انا اكون واعي في الموضوع ده بس متاخر شويه في امتحان الجيولوجيا. وانا قبل الامتحان كده وانا واقف قدام اللجنه وانا واقف مع صحابي، وفجاه حسيت ان انا هيغمى عليا. وفعلا لما روحت الامتحان رحت قررت ان انا اقيس الضغط، اخيرا قررت ان انا اعمل حاجه يعني مفيده، ان انا قست الضغط لقيت ضغطي واطي كان 100/60، وده كان ضغط واطي. فبالتالي الضغط بيبقى واطي لاسباب كتيره جدا، سواء توتر وانت مثلا بتعرق فبتفقد سوائل وهكذا. ان انت برضو وانت رايح الامتحان خد لك معلقه عسل مثلا، او خد لك مثلا فاكهه علشان تكون مركز في الامتحان. وانت مثلا لو من انت الشخصيات اللي انت عرفت خلاص ان انت ضغطك بيبقى واطي، ممكن قبل الامتحان تاخد لك حاجه مملحه، كيس شيبسي كده في الطريق ولا حاجه. تالت حاجه العزله والصحاب. طبعا انا مش محتاج اقول لك ان انت ما تعرفش صحابك خالص نهائيا فتره الامتحانات، ولكن انا بتكلم دلوقتي على لو مثلا في شله صحاب جدا مع بعض وعلاقتهم قويه ببعض، تمام، فانا اقول لك تعمل ايه. الصحاب اللي بجد فعلا بتشجع صحابها، الصحاب اللي بجد مش بتصيح مع بعض، الصحاب اللي بجد بتطمن على بعض. مثلا تبعت لصاحبك لو انتوا مثلا كنتوا متعودين تبعتوا لبعض، بعت له عملت ايه في الامتحان، ايه اخبار الامتحان معاك. ولو انت مثلا صاحبك بعت لك، انت المفروض تقول له الحمد لله الامتحان كان فيه شويه تريكات ولكن انا راضي الحمد لله، بس ولا اكتر ولا اقل. ما تقعدش بقى تقول لصاحبك الامتحان سهل جدا، ولا تقعد تقول لصاحبك الامتحان صعب جدا. في الحالتين الموضوع سلبي، تمام. رابع حاجه المراجعه في ايام الامتحانات. طبعا انا مهما قلت لك ان موضوع المراجعه ده موضوع هيأثر عليك سلبيا او ان هو هيأثر على مستواك، مش هتصدقني، او في ناس بتبقى عارفه كده بس الفضول بيبقى هيقتلها كده. اولا تقول لنفسك وتكلم نفسك كده، لازم تسمع نفسك تقول له انا مش هتضايق لو انا غلطت في الغلطات، انا فعلا كنت عملت اللي عليا، لو مثلا ما توفقتش في اي حاجه فربنا عايز كده، ويا رب خطتي تبقى نفس الخطه بتاعه ربنا علشان الغلطات اللي انا بغلطها دي، تمام. وتاني حاجه تقول لنفسك ان انت المصادر اصلا اللي بتبقى منزله الاجابات بيبقى فيها كميه غلطات بالعبط اصلا، وما تبقاش موثوق بيها بالمره. ان انت لو عايز تطمن او مثلا ان انت عايز تشوف كده كام حاجه بس بسيطه تراجعها، ان انت مش هتشوف الامتحان كله لان ده اسمه هبل طبعا. خامس حاجه التوتر وازاي تتعامل معاه في فتره الامتحانات. افتكر برضو ان انت دلوقتي في احسن فتره تقدر تتعامل فيها مع التوتر. ليه؟ ببساطه لان انت متوتر فقدامك حل ان انت تذاكر، متوتر مثلا خايف من الماده فان انت هتقعد تذاكر اكتر وهكذا. يعني خلي موضوع التوتر ده حافز كبير قوي وتشجيع جامد جدا ان انت تذاكر فوق حتى المستوى الطبيعي او اعلى من اي حد ممكن يذاكر، تمام. لكن حط في دماغك دايما ان التوتر دلوقتي قدامه حل،
لكن هيجي فتره قدام وهي فتره ان انت خلاص خلصت الامتحانات ومستني النتيجه بتاعه ثانويه عامه، وساعتها الحقيقه ممكن هتتوتر، لكن مش هيبقى فيه قدامك الحل ان انت تذاكر. بس ساعتها بس الحاجه الوحيده اللي ممكن تطمنك هي ان انت تفتكر المجهود والتعب اللي انت عملته في الفتره دي. شكرا لكم وربنا يوفقكم. ولو الفيديو ده عجبك مثلا او اي حاجه مثلا في الفيديو ده اثرت معاك وهكذا، يا ريت تكتب لي تحت في التعليقات، وعلشان ده فعلا بيفرق معايا. وبس كده، اشوفكم الفيديو الجاي واشوفكم احسن ناس في الدنيا. باي باي.